سؤال دايما معظم الناس بتسأله لنفسها وهو الفرق بين الزيت والشحم. الفرق مش بس ان ده سائل وده تقيل، ولا ان واحد بيكون سهل السريان والتاني صعب في السريان وتقيل. الفرق الحقيقي في التركيب نفسه وفي طريقة التعامل مع الحرارة والتلوث والتشغيل، وده اللي بيحدد نستخدم انهي واحد في المكان الصح. الشحم لو حبينا نعرفه ببساطة هو مادة تزييت شبه صلبة متكونة من زيت، بس الزيت ده محبوس جوه مادة اسمها الثيكنر أو المكثف ومعاهم إضافات. يعني في الآخر الشحم زيت بس متماسك. أغلب الزيوت الصناعية بتبقى نسبة كبيرة منها زيت أساسي والباقي إضافات. وفي تطبيقات معينة زي زيوت الكمبرسور أو الزيوت الحرارية الزيت بيبقى هو الأساس تقريبا، إنما لما تيجي للشحم تلاقي الصورة اتغيرت. الزيت الأساسي أقل شوية ومعاه إضافات، وفوق ده كله مادة مكثفة هي اللي مخليه تقيل ومتماسك. فلو حد سأل إيه الفرق الجوهري بين الزيت والشحم، الإجابة المختصرة إن الشحم فيه حاجة زيادة مش موجودة في الزيت، وهي المادة اللي مثبتة الزيت في مكانه. بس الفرق البسيط ده بيترتب عليه اختلافات عملية كبيرة جدا في الشغل. أول فرق واضح لأي حد اشتغل صيانة هو موضوع التسريب. الزيت بطبيعته بيمشي، ولو في أي فتحة أو جاذبية أو مسار هينزل، وده يخليه حساس في أماكن معينة. الشحم بقى لأنه تقيل ومتماسك بيقعد في مكانه، وده ميزة كبيرة في تطبيقات كتير، خصوصا في صناعات زي الورق أو الأغذية، لأن أي نقطة زيت ممكن تقع على المنتج النهائي وتعمل خسارة كبيرة. عشان كده بيستخدموا شحوم مخصوصة وأحيانا لونها أبيض، واللي بنقول عليها في معظم الوقت شحم غذائي، حتى لو حصل تسريب ما يبوظش المنتج. هنا الشحم مش بس بيشتغل كوسيلة تزييت، لكنه كمان أداة تحكم في التسريب. بعد كده نيجي لموضوع التلوث، وده فرق مهم جدا. الشحم عنده قدرة إنه يمنع دخول التلوث، يعني لو شغال في بيئة فيها تراب أو مية أو بخار الشحم بيعمل زي سد جزئي بيقلل دخول الحاجات دي جوه البيرنج أو نقطة التزييت، وده يخليه ممتاز في البيئات القاسية. بس في نفس الوقت لازم ناخد بالنا إن الشحم لو التلوث دخل جواه غالبا بيفضل محبوس. يعني التراب أو المية لو دخلت مش هتطلع بسهولة ومش هتروح لفلتر، على عكس الزيت اللي بيكون فيه فلاتر وهو ماشي فيها. إلا لو عملت تطهير أو غيرت الشحم. الزيت بقى بيشتغل بطريقة مختلفة. الزيت لما يتلوث المفروض إنه يشيل التلوث ده معاه وهو بيتحرك ويوديه للفلتر، أو يسيبه يترسب في التانك. فهنا الزيت بيعتمد على الحركة والتنقية، إنما الشحم بيعتمد على المنع والاحتواء. الفرق ده يخلينا نفهم ليه في أنظمة معينة الزيت بيكون أنسب وأحسن، وفي أنظمة تانية الشحم بيكون أنسب وأحسن. عامل تاني ناس كتير بتغفله وهو مكان نقطة التزييت. تخيل عندك بيرنج فوق وتانك الزيت تحت. أول ما الماكينة تقف الزيت كله بينزل لتحت، وأول ما تشغل تاني البيرنج ده يفضل ثواني أو حتى نص دقيقة من غير تزييت لحد ما الزيت يوصل. والثواني دي مع التشغيل المتكرر كفاية تعمل تآكل مع الوقت. في الحالة دي الشحم بيكون حل عملي جدا، لأنه قاعد في مكانه مش محتاج إنه يستنى ضخ أو تدفق. عشان كده في تطبيقات كتير فيها تشغيل وإيقاف متكرر الشحم بيبقى أنسب. وعندنا أمثلة زي معدات الحفر أو اللوادر، لو حاولت تستخدم زيت في المفاصل بتاعتها الزيت هيقع على الأرض في ثواني، إنما الشحم بيمسك ويفضل. وكمان تقدر تضيف له إضافات صلبة زي الموليبدينيوم وتخليه حتى لو اتغسل شوية يفضل فيه حماية. نقطة في غاية الأهمية بقى وهي إن الزيت بيتحرك وبيمشي، ودي ميزة فيه. حركة الزيت معناها تبريد، ومعناها نقل حرارة، ومعناها توزيع الحمل الحراري على حجم زيت كبير. الزيت في الموتور أو الجير بوكس مش كله شغال في نفس اللحظة، جزء صغير بس هو اللي في منطقة التلامس، والباقي قاعد في التانك بيبرد، وده بيطول عمر الزيت وبيحافظ على خواصه. الشحم بقى كله قاعد في نفس المكان، فلو الحرارة عليت ومفيش طريقة تتشال الزيت اللي جوه الشحم ممكن يتأكسد أسرع. وده سبب إن الشحم في التطبيقات الحرارية العالية لازم يتم اختياره بعناية كبيرة،
وعشان كده ما ينفعش نفكر بعقلية إن الزيت والشحم بدايل لبعض، كل واحد ليه دوره. الزيت مناسب لما يكون عندك سرعة عالية وحرارة واحتياج لتبريد وتنقية وتحكم في التدفق، والشحم مناسب لما يكون عندك نقطة ثابتة وصعبة الوصول ومكشوفة أو بيئة ملوثة. المشكلة اللي بتحصل في مواقع كتير مش إن الزيت أو الشحم وحش، المشكلة إننا بنستخدم واحد مكان التاني لمجرد إنه متوفر أو أسهل. فتلاقي واحد يحط زيت في بيرنج مكشوف وبعد شوية الزيت يطير. وعشان الصورة تبقى عملية أكتر، أي وقت تقف فيه قدام معدة معينة وتسأل أختار زيت ولا شحم، اسأل نفسك سؤالين بس: أنا محتاج حاجة تتحرك وتبرد وتنظف فيبقى غالبا زيت أو نظام تزييت، ولا محتاج حاجة تقعد مكانها وتحمي وتقلل دخول التلوث فيبقى غالبا شحم. وبعدها تدخل في التفاصيل بقى: نوع الزيت، لزوجته، نوع الشحم، وهل التطبيق ده يستحمل ده ولا لأ. لكن المهم انك تفهم ان التزييت مش مجرد مادة بتحطها، التزييت قرار تصميم وتشغيل، واي لعب فيه من غير فهم نتيجته تآكل او سخونة او فشل بدري متكرر. وكده نكون فهمنا الفرق الحقيقي بين الزيت والشحم.